الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آل الطيبين الطاهرين أجمعين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم لحد عندكم كل جديد بقدمه إن شاء الله. النهارده يلا بينا هنعمل مع بعض بقى الآيس كريم اللي ولادنا كلهم بيحبوه في الصيف، بس هنعمله بطريقه مختلفه شويه، وانت طبعا هتغيري في نوع الفاكهه اللي انت هتحطيها، بس في النهايه هيبقى طعمه حلو وارخص بكتير قوي من بره، وكمان هتبقي ضامنه ان انت عاملاه ببيتك بكل المكونات الطبيعيه الموجوده فيه. هنقول مكوناتنا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا نوع الفاكهه اللي انت تستخدميها، عندي كانتالوب وعندي فراوله كنت مفرزاها. طبعا انت هتبدلي نوع الفاكهه ده باي فاكهه تاني انتوا حابينها او عندكم متوفره يعني. عندي هنا كميه البسكوت وعندي 2 كريم شانتيه وده سبرينكل شوكولاته، ممكن شوكولاته شيبس معاهم هتبقى حلوه، ده اختياري برضو. عندي كميه السكر ده حسب الرغبه، وعندي كوبايه من اللبن. دي كل المكونات. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنقطع الفاكهه دي صغير خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هنقطعها كده قطع صغيره، تمام كده تمام. وهنعمل كده برضو مع الكنتالوب زي ما قلت لك، ممكن تبدلي اي نوع فاكهه انت حباه. هقطع كل الحاجات دي صغير بالشكل ده وارجع لكم نكمل الفيديو مع بعض. كل اخواتي وحبايبي رجعت لكم بعد ما قطعت الفاكهه بالشكل ده، الفراوله والكنتالوب، وكسرت البسكوت قطع كده صغيره بالشكل ده بس. تمام كده. هنركن ده كده على جنب. هنجيب معانا هنا هكون الكريم شانتيه فضيت بقى ده التاني. هنا طبعا السكر على حسب الرغبه، هنزل عليهم بالحليب الساقع واحده واحده كده، وهنشغل المضرب بتاعنا. كده كل اخواتي وحبايبي هضيف كل الحاجات اللي انا عملتها هنا على الكريمه بالشكل ده. ايس كريم اقتصادي وهيقطع معاكي كميه ما شاء الله حلوه جدا جدا. اخواتي وحبايبي الغاليين على قلبي، رجعت لكم بعد ما قلبت كل الفاكهه بالشكل ده، وعايزه اوريكم بقى اللون الخطير اللي طلع بالشكل ده. انا هنا بشره بنجر وكنت شايلاه في الفريزر، ببشر كده واحده واحده، ولما احتاج منه حاجه بحطه. شايفين اضفته كده من فوق، اداني اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده، ولا لون صناعي ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ بصوا قلبته فيه كده طلع بالجمال ده. لو عايزه ازود اللون كمان هزوده، لكن هو كده اللون شكله خطير. بس كده. عندنا القالب اللي احنا هنصب فيه، طبعا صب في اي حاجه انت حباها. عندي هنا قالب حطيت فيه، كان عندي استرتش والصراحه ما كفاش، عملت كيس نايلو وحطيته فيه بالشكل ده. هنزل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصت القالب بتاعي بالشكل ده. هحط كمان في علبه تانية، جهزت علبه معايا كده، مش بقول لكم كميه حلوه واقتصاديه ما شاء الله. وبكده كل اخواتي وحبايبي هنقفل عليهم بالشكل ده ونسيبهم ليله كامله او 5 6 ساعات. وعندنا العلبه التانية، وان شاء الله نتقابل بعد ما نحطهم في التلاجة. اخواتي وكل حبايبي انا رجعت لكم بعد ما سبت الايس كريم ليله كامله في التلاجة بالشكل ده. شايفين الجمال؟ هنشيل كده، هنحاول كده نخرجه بالشكل ده، خرج معانا بكل سهوله عشان طبعا احنا حاطين تحتيه نايلو كده. شايفين الجمال؟
كده كل اخواتي عبيت الكاسات بالشكل ده من العلبه الصغيره، وعندي كده العلبه الكبيره. لو انت حابه تحطي اي صوص شوكولاته عليها ممكن تحطي حاجه كده عشوائي، هتدي بس منظر حلو. رجعت لكل حبايبي بعد ما خلصنا الايس كريم بالشكل ده وحطينا عليه صوص الشوكولاته. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا النعومه والجمال، شايفين ناعمه ازاي وكريميه بالشكل ده، والفاكهه فيها كلها طبيعيه وجميله وحلوه جدا. يلا بقى جربوا الطريقه دي. لو عجبتكم وعجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير ان شاء الله.